السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ قبل ما نبدأ الكلام هنبدأ بالصلاة على الحبيب المصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. العيش الواسع أو العيش المرحرح أو البتاو، زي أو عيش الحلبة زي ما تسميه. آم، مفيد جدا جدا. من حاجة كده من صميم الأرياف. أنا بعتز جدا بالفيديو ده على قناتي، حسيت إن هو هينقرض من بيوتنا، الفرن البلدي والحاجات اللي هي زي كده، فحبيت إن أنا أحتفظ بيه تكون ذكرى ليا ولأولادي لو أنتي مش حابة تستفادي بيه. مجرد إن أنتي طبعا تشوفي المراحل اللي هي كلنا لنا جذور في الأرياف. يعني أنا شُفت الخير ده بصراحة في بيت حمايا، لإن إحنا كنا مدينة فما كانش فيها الكلام ده خالص. ده عيش ده مغذي جدًا، بحيث إن هو بيتعمل من الغلة أو الشامي أو الذرة زي ما تسموها، وبيتحط عليه حلبة، والحلبة بتبقى مفيدة جدًا للمعدة وبيبقى حلو جدًا لمرضى السكر، وحلو جدًا يعني مليان إفادة. طيب إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ طبعًا بيدخل المحصول ده في الموسم بتاعه، بيتنشّر على الأسطح، علشان خاطر بينشّروه طبعًا أصحاب البيوت أو أصحاب المحاصيل على الأسطح بتاعة البيوت، بحيث إن هو يتبخّر من المَيّة بتاعته ويشِد، وما يبقاش فيه عفن أو تسويف أو حاجة اللي هي زي كده. طبعًا في ناس كتيرة جدًا فاهماني، مش كُلّنا يعني. ما علينا، المهم بنفصّصه، طبعًا بتفصّصه صاحبة اللي هتعمل العيش ده، هي وأولادها أو هي وجيرانها أو هي وحبايبها أو هي وستات أولادها يعني. بيتفصّص بقى، شوفي بيفصّصوه على يومين أو 3. شوفي البتاوة علشان توصل لِك بتاخد قد إيه، بتاخد كام يوم، علشان بيتعمل لها مراحل بحيث إن هي توصل لِك طبعًا أنا هاطوّل في الكلام لإن الفيديو معمول على ممكن يكون شهر، متصور على شهر. المهم بعد ما تفصص الشامي ده، بنحطه، بنحمّصه على الفرن البلدي. العيش الواسع ده ما بيتعملش غير في الفرن البلدي، الأفران بتاعة أجدادنا بتاعة زمان. بعد ما بيتحمّص بنحمّص كمان الحلبة. بيبقى لونه كده، هو طبعًا الشامي قدّامكم لونه أبيض. بنحطه على نار هادية جدًا، ممكن كمية الشامي دي بتاخد حوالي 5 ساعات علشان تتحمّص. شوفي بقى قد إيه، على نار هادية جدًا علشان ما يتحرقش أو يتشعوط معاكِ أو يبقى طعمه ممرّر في الطحين. بعد ما بيتحمّص بيتاخد على المطحنة، على الطاحونة، وبيتطحن برّه مش في البيت طبعًا، لإنها بيبقى حوالي شوال أو شكارة كبيرة جدًا، بيحطوها على كاريتة أو على حمارة أو على على حمار، وبتتاخد أو في عربية، وبتتاخد على المطحنة وبتطحن وبترجع البيت. كل حاجة هاوريها لكم بالتفصيل الممل. طيب، بعد ما خلصنا اهو، دخلنا بقى على تحميص الحلبة. طيب الحلبة بيبقى قد ايه؟ ده عبارة عن 1.5 كيلو حلبة اتغسل وتنشف كويس وما تسابش في المية طبعا علشان ما تنزلش الفوائد بتاعتها. احنا غسلناه من التراب ونقيناه، طبعا نقينا الحلبة وغسلناها وحمصناها كده، اديناها تحميصة خفيفة بحيث ان هي تتبخر منها المية فقط لا غير، ما زودناش عليها النار زي ما انتوا شايفين. طبعا مثلا كل كيلة بتاخد كوباية إلا ربع من الكبيرة كده حلبة. الكوباية اللي هي بتشيل 0.5 كيلو بتشال منها شوية كده، يعني حوالي فوق 1/4 كيلو بشوية مثلا. يعني دي حاجة تقديرية. شايفين اهي اتبخرت من المية تماما وبقت حلوة وجميلة. يلا بقى نخش بقى على تحميص الغلة.
هنا بقى دي شوفي نملى الفرن كده ونقلب طبعا بين الفترة والتانية، ونخلي الفرن هود نار، مش نار عالية. طبعا انا ما بعرفش اعمل الكلام ده، اللي بتعمل الكلام ده طبعا اخت زوجي، لان انا ما اعرفش. بس احنا طبعا بنساعد بقى في ايه، كنا زمان كنا بنساعد في في ان احنا طبعا احنا كنا بنجيب خبازين، لان بيبقى مجهود جبار. الخبازين عايزه اقول لكم بيقعدوا من بالليل الساعه 12 لغايه تاني يوم الظهر، لغايه تاني يوم العشاء يخبزوا الكميه، بس بيبقى كميه كبيره جدا يعني. هوريكم كل حاجة. طبعا أنا لما جات لي فرصة إن هو اتعمل قدامي، فقلت لازم إن أنا أصوره وأرفعه على القناة للذكرى، لحد يكون عاوز يعمل من الأرياف يشوف، يكون حد بقى واحدة متجوزة جديد في بيت أرياف وفيه فرن بلدي وحابة إن هي تعمل الحاجة دي، ماشي. ممكن كمان هنعمل الكشك. يلا بقى نغير شوية كده من الكيكات والحاجات الفافي اللي احنا بنعملها دي، ونشوف الجذور بتاعتنا الحلوة دي والحاجات المفيدة المغذية اللي بناكلها. وفي ناس لغاية دلوقتي متمسكة بالأكلات الحلوة دي. طيب هنا كان زايد شوية من الشامي، كنا حابين نزود، فحطوهم على نار، على فرن بوتاجاز يعني اتحمص. هنا بقى بعد الشامي ما طلع من الفرن واتحمص، حبينا يتهز كده، لازم يتهز وينزل منه، بيبقى فيه زي الوبر الابيض كده او حاجة بننضفه عموما يعني، بيتنضف. طبعا مش انا اللي بعمل كده، انا معرفش والله، يا ريت كنت اعرف. بصوا بقى، كل كيلة من الشامي بتاخد نص كيلو الا او ربع كيلو وزيادة شوية من الحلبة، وبيروحوا المحمصة المطحنة. بعد ما بيرجع من المطحنة بنغربله تاني، يتغربل تاني علشان يطلع منه يعني حاجة كده، زي مش عارفة اسمها ايه، بس ممكن نقول زي الردة كده. تخيلوا ان الدقيق ده لما تغسلي بيه سمك، لا تقولي لي منقوع ننقع بقى في ورق لوري ولا حبهان ولا الكلام ده كله، ولا محلول نقع ولا الكلام ده. هيشيل اي زفارة من الطيور او الاسماك اللي انت بتعمليها. ليه؟ لان محطوط فيه حلبة، محطوط فيه ملح، محطوط فيه شامي، كفيل انه يشيلك اي زفارة. طيب ده كمان بيتغربل على كذا مرة، يعني شوفي حد تاني بياخد اللي يطلع ويغربله تاني وراكي، اللي هو اللي بيطلع بيتاخد ويتغربل تاني. طيب هنا بقى نيجي ايه لمرحلة العجن. هيتعجن بمية وذرة ملح وبس كده. طبعا برضو في حد لانه بياخد مجهود جبار، حد بيعجن برضو، بيتعجن بالطشت وبيتاخد منه عجنات في الحلل الكبيرة اللي هي بتاعة البليلة. واخدين بالكم يا جماعة؟ هنا دي الخبازة، طبعا الخبازين وصلوا، بيبقوا 3 خبازين مع بعض، بيبقوا 3 خبازين مع بعض بيناولوا بعض في العجين. معلش انا مطولة، بس هو الفيديو طويل طبيعي لانه ليه مراحل كتيرة جدا، بس انا فرحانة ان هو يبقى، بصوا ان هو يبقى على قناتي. طيب بعد ما بيتعجن زي ما حضراتكم شايفين، شوفوا بقى المجهود اللي بيتعمل في العجينة بيبقى قد ايه، لان العجينة لازم تبقى ناشفة. بس بقى بيبقى يوم لذيذ اللي هو يوم الخبيث ده، بنبقى كلنا بالستات بتاعة البيوت كلها بنبقى متجمعين، بنساعد اللي بيخبزوا بقى، ناخد منهم العيش، نعمل لهم الغدا، نعمل لهم وبيضحكوا وبيهزروا وبيقولوا نكت، وبيبقى يوم لذيذ جدا. بيهونوا على نفسهم المشقة بتاعة، الله يعين الناس يعني، المشقة بتاعة العجين والخبيز والكلام ده كله، لأن بيقعدوا طول النهار بليل.
شايفين بقى من مجهود بصوا بقى بتعمل ايه، يعني هي الله يساعدها والله يعين الناس كلها يعني. بصوا شايفين بس بياخدوا بقى، بس ده بيبقى مكلف جامد 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 يعني، مكلف بالنسبة لأجرة الخبازين، بيبقى مكلف بالنسبة لغدا الخبازين اللي نشتري أي غدا طبعا بيبقى مكلف، بالنسبة للمشاريب كمان بيبقى مكلف، لأنهم عايزين طول ما انت قاعدة عصير شاي مش عارف ايه. طبعا الكلام ده كان قبل رمضان، أنا بصوره دلوقتي. أنا يعني منتجته في رمضان. طيب لكن هو متصور قبل رمضان. بصوا بقى بيتملس عليه بمية من فوق علشان ما ينشفش ويشقق. آه ربنا يعين ويساعد ما شاء الله عليها يعني اللي بتعجن، وربنا يديها الصحة والعافية. هنا بقى هوريكم بقى ايه عند الفرن بقى، والهزار والضحك والكلام والقعدة اللطيفة اللذيذة الحلوة اللي مش هننساها طبعا. بيبقوا اتنين، واحدة تنطط كده وتفرده شوية، والتانية بتطرح وتدخل جوه الفرن وتطرح، والتالتة تدخل الفرن وتسوي. هما تلاتة. بصوا ما شاء الله تبارك الرحمن، الله أكبر. حاجة كده، وريحة البيت كله، ريحة البيت ايه دي، بتبقى ريحة المنطقة كلها. العيش ده ريحة الخير. ان شاء الله برضو هصور لكم الكشك، وهصور لكم عمل الشعرية وحاجات الأرياف الجميلة اللي احنا ابتدينا نبعد عنها ونشتريها جاهزة يعني. بصوا الله اكبر تبارك الرحمن. بصوا البتاوه طالعه ازاي. بصي بقى لو اطفالك بقى وتكسري لهم شويه وتحطي تغلي لبن وتحطي لهم العيش الواسع ده بسكر ولبن، حاجه كده واو الواو. تعملي تاكلي جبنه قديمه. المش ده بالعيش الواسع ده بيبقى له طعم تاني. تاكلي مثلا يعني في كمان حد وهو بيحط في الفرن كده بيحطوا عليها سكر وبيسخنوها وبتتاكل طالعه سخنه كده وطريه بالسكر، بيبقى مكرمل فيها او سايح، بيبقى طعمها حلو قوي بالنسبه للاطفال يعني. بيبقى يوم عيد بصراحه، بيبقى يوم عيد. يوم الخميس ده بيبقى يوم تاني، هو بيبقى مجهود جبار بس بيبقى يوم تاني. واللي يدخل بقى ياخد بتاوة سخنة، واللي يدخل بقى ياخد واحدة طرية، وودي هنا 5 طرية، وودي هنا 3 بتاوات طراي. بيبقى البيت كله حركة ونشاط وخير بصوا بقى الله، بصوا البتاوة قد ايه وريحتها، شايفين حاجة تحفة جدا. الله أكبر ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، يعني بجد حاجة حلوة جدا يعني. بعد كده بقى اللي بياخد بيتحط بقى بيترص يتهوى شوية كده، ما بيتغطاش طبعا يوم مثلا، علشان هو بيبقى لدن حبة فيتهوى او يتفرد من بعض. هو احنا بنحاول ان احنا ينشفوه في الفرن ايوه، لكن لازم ان هو ما يتغطاش طبعا ويتكمل، لازم يتهوى يبقى في الهوا شوية. بصوا البتاوة بسكوت، بصوا تتكسر ازاي، بصوا متحمصة ازاي، حاجة كده حلوة 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 يعني. ماشي. طبعا هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.